للطلب لسماح لهم بالدخول إلى مقر السفارة السورية، بحيث أن القوى الأمنية منعت دخولهم. يبدو أن يعني حشد كبير وضخم جدا. البعض يقول أن هناك تظاهرة مليونية موجودة خارج السفارة السورية، وأيضا هناك نعم يعني لا يوجد بالأصل لم يكن هناك بالأصل عملية تنظيمية لهذا اليوم، يعني لم يكن متوقع هذا العدد. بحسب السفارة السورية لم يكن متوقع هذا العدد، إلا أن الناس يعني تأتي من كل المناطق بأعداد كبيرة جدا. طبعا الطرقات الدولية في الخارج مقفلة، من بيروت إلى هنا مقفلة تماما، وأيضا من بيروت إلى بعلبك مقفلة. البعض أيضا قال لنا أن القوى الأمنية يعني تستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفرقة الناخبين الذين يأتون إلى هنا للإدلاء بأصواتهم. معي يعني الناخب السوري مصطفى سيصف لنا المشهد الذي طبعا ممنوع علينا نحن كصحفيين أن يبدو أن الاتصال قد انقطع. بيسان نحن معك على الهواء. بيسان طيب، من جديد مشاهدينا نذكر بما قالته بيسان طراف موفدة الميادين إلى السفارة السورية أن هناك حالات إغماء نتيجة التدافع الكبير والأعداد الكبيرة للسوريين الذين ذهبوا ليقترعوا وينتخبوا رئيس جديد لبلادهم. هناك على ما يبدو مواجهات بين القوى الأمنية والسوريين المتواجدين هناك. يعني هناك تحدث هذا الشخص الذي رأيناه منذ قليل مع بيسان، ويبدو أنه عاد الاتصال مع بيسان. إذا أمكن بيسان أن نعرف ماذا جرى بالتفصيل وبالتحديد ما استدعى أن يكون هناك هذه الاشتباكات بين القوى الأمنية والسوريين. تفضلي. نعم، الأعداد الهائلة المتوافدة إلى هنا إلى مقر السفارة السورية، طبعا لم تتمكن القوى الأمنية من تنظيم يعني الجيش إجراءات أمنية واسعة منذ الصباح، ولكن العدد ربما يعني أو القوى الأمنية المتواجدة في الخارج مع الجيش اللبناني وأمن السفارة السورية لم يتمكنوا من ضبط توافد الناخبون السوريين وبكثافة إلى هنا. يعني مئات الآلاف من الناخبين السوريين يتوافدون، العدد كبير جدا لا يمكن إحصائه أبدا. طيب. الناخب السوري مصطفى طبعا تعرض إلى حالة عنف. سيصف لنا المشهد أكثر لكوننا طبعا لن نتمكن من تصوير المشهد في الخارج. تفضل مصطفى. اولا مئات الالاف من السوريين برا، يعني في فوق 400 500 شخص نقاحين بالارض بسبب الغازات المسيله للدموع، ونزلوا بالعالم ضرب بالكرباج وبالاخمص تبع البارودي، ورجعوا كسروا غصان سجر نزلوا فينا ضرب. انا بس عم العسكري قال لي تفضل فوت، قام واحد ضربني بقول له بس احترم الكنزه اللي لابسها، صار يسبني وسب بشار الاسد. بعد ما ضربوني غميت بالارض، رجعوا شالوني صحوني، قال له خذوه استلموه. 4 مرات اليوم تعرضت للضرب هلا، وهي راسي شوفي جسمي، فرجيك هذا الجيش اللبناني وهو تبعوه للمكافحه، هو العبي الاسباب يعني مثل ما كانت زميلتي علا عم تسال، الاسباب اللي عم تؤدت الى هيدا يعني مثل ما بيقولوا صراع بين القوى الامنيه والناخبين السوريين. ما في سبب، عم بيبهدلوا العالم بهدي، بصفوا العالم بالدور ينزلوا فيها بالعصر كرمال تقعد بالارض. اكثر من هيك صار يزتوا قنابل مسيله للدموع. بقول له يا خيي بس ضربتوا قنابل مسيله للدموع، ما في اولاد صغار، في وحده ماسكه ولد على ايدها عمره شهر. وين تعرضت للضرب؟ يا هون برا قدام باب السفاره. طيب ليكي يعني هذا معقوله؟ يعني شالني لفوق اربعه وزتوني بالارض. يا حياة ربك هذا منظر؟ هذا جيش لبناني؟ هذا درك؟ ما بصير يعني يلبس بدله عسكري بيحترمها. قال لي يلعن ابوك عبو بشار، سبني وسب بشار وسب امي، رجع شالوني لفوق زتوني بالارض بعد ما غميت وصحيت. طيب بيسان هل يمكن معلش بيسان نعم علا، هل يمكن أن نأخذ أحد المسؤولين سواء يعني الأمنيين من الطرف اللبناني أم حتى المسؤولين عن هذه العملية اليوم من الطرف السوري لنفهم أكثر؟ ويعني معروف أنه عندما تستخدم القوى الأمنية هذه الأساليب يكون هناك ربما حالات شغب أو حالات خارجة عن السيطرة من قبل المتواجدين أو الموجودين من السوريين. يعني لنعرف أكثر من وجهة نظر، هل ممكن أن نتحدث مع نعم علا